السلام عليكم. الفيديو بتاع النهارده طبعا اتبعت لي سيليكون رابر مصري، الكيلو بتاعه ب130 جنيه. طبعا رخيص جدا، بس هو غريب يعني اول مره اتعمل بيه. طبعا بص، تحسه جبس، تحسه حاجه سايله، تحسه ماده سايله. طبعا بص، تحسه خلطه، ما تحسوش رابر ابدا، ما تحسوش ان سيليكون ابدا. بص، غريب جدا طبعا، مختلف عن السيليكون اللي احنا شغالين بيه الصيني، طبعا مختلف جدا. نحط المصلب، ده تجليبة. طبعا انا هجربه على اي حاجة ناعمة يعني. لسه طبعا باعت لي كيلو، فالكيلو ده بنجرب طبعا، تجربة يعني مش اكتر. لو حلو جدا هجيبهولك واقولك اتعامل بيه، والكيلو بتاعه ب130 جنيه، رخيص. حاجة لو ممتازة اقولك ممتازة. انا هجربه، عملت الفيديو ده عشان نجربه مع بعضينا مش اكتر. طبعا فهجربه في ايه، هجربه في حته صغيره، مش هعمل الاسطمبه كلها او اسطمبه البلاط بس. طبعا فهمسح، هعزل. ده مش زيت يا جماعه، لا، دي ماده عزل احسن من الزيت طبعا، عشان اضمن الحته هتطلع معايا بسهوله. بس بقى مع حضرتك المصلب هفضي. طبعا بص، تحسه مش سيليكون نهائي، اول مره طبعا اشوف سيليكون مصري. يعني الحته اللي فيها الورد دي بس. المشكله السيليكون ده ما بينشفش غير في 24 ساعه. مكتوب على العلبة بتاعته، الورقة اللي جاية مكتوب عليها. طلع 100 هجيبهولكم، والكيلو هيبقى ب130 جنيه. طبعا رخيص جدا. الحاجة البسيطة دي لاني هجرب مش اكتر. السيليكون لو طلع زين هيبقى ممتاز جدا، لانه الكيلو بتاعه ب130 جنيه، احسن طبعا من الصيني. وفي فرق رهيب جدا بين 130 جنيه و400 جنيه، لانه الصيني دلوقتي ب400 جنيه. فيا رب يطلع زين وحلو جدا، ومن صناعة بلدنا مصر، يعني يكون صناعة مصرية حلوة جدا. ان شاء الله نجربه، بس مش اكتر. انا هجرب الحتة دي وهشوف المرونة بتاعته، وهشوف كل حاجة. كمان هعمل منه اسطمبة تاني، هصب فيها بدل مرة 20 مرة من البوليستر والجبس والكونكريت وكل المواد كلها. والريزن هجربه بكل طرق ايه اللي احنا نستخدمها بيه. طلع جميل جدا وحلو جدا، هوفره لك بكميه حلوه جدا. طلع وحش، فانا هقول لك ان هو وحش وسيليكون ما ينفعش تشتغل بيه. لو عجبك الفيديو تنساش اللايك والاشتراك في القناه وشجعنا عشان نستمر. استنى الجزء الثاني علشان السيليكون بينشف في 24 ساعه.